نصلي على النبي ونقول احنا عملنا الزبده بتاعتنا، غسلناها وحطينا لها نص معلقه ملح في كل كيلو، وحطيناها في ميه في التلاجة لاجل تجمد. شايفين الزبده بتاعتنا اهي كده؟ انت بقى ما تعبيها في اكياس ما تمسكش ببعضيها كده. الزبده طالعه من الميه متجمده اهي، وماهيش ماسكه ببعضيها وايه، وما تمسكش بعضها، ما تعينها في الاكياس، ومن ميه رايقه زي ما هي ما فيهاش اي عقاره زبده، عشان ما حدش يقول لك ان السمنه هتبوش في الميه. وانا نصيحه لوجه الله، والله يا جماعه انا بحاول اخلي الناس اللي ما تعرفش الحاجه تعرفها، لان في ناس كبيره وناس صغيره ما تعرفش يعني ايه غسيل السمنه، ولا تعرف تختبر السمنه. واحنا عملنا لكم اختبار بالبيض، وعملنا لكم اختبار بالتسييح، وعملنا لكم اختبار بكل حاجه في السمنه تعرفوها ازاي. والسمنه ناعمه تدعكي بها ايديكي، تدعكي بها وشك. سمنه، شفت ما بتقولي على حاجه زي دي الزبده؟ هي السمنه بتاعتنا. وبالصلاه على النبي يا رب تجعلها بالصحه والهنا اللي ياكلوها. وشكرا لكم جميعا، ويا رب وبحبكم في الله. وشكرا لكل من بيدخل ويقول لي كلمه طيبه من مصر وبره مصر ومن العالم الوطني كله والعرب كلهم، وبحبكم في الله. وبجد انا بعمل حاجه عايزه اخد عليها اجر وصواب. تعالوا نصبح على حبايبنا ونقول لهم ايه؟ يا صباح الفل وصباح الزبده البلدي الفلاح. هنعمل مع بعض النهارده تاني كده مع بعض، نشوف الزبدة الأصلية من اللي مش أصلية. أنا شاكة في الزبدة دي نوع أصلي ونوع مغشوش. تعالوا نشوف مع بعض النوع ده. أنا حاسة إن هو مش مغشوش الحتة ديت، لا. أما دي الزبدة شوفوا سايحة خالص إزاي يا جماعة، مفتحة ديت ما طلعتش من خضها. هي ممكن تكون بلدي بس ما طلعتش من الخض بتاعها خالص، اللي لمتها كده بالصلاة على النبي بميتها. أما دي طلعت من خضها. السمنة احنا قلنا ايه؟ بنغسلها. شوف السمنه مليطه وحلوه ازاي. السمنه مليطه في ايدك، حطها في بقك تلاقيها مليطه في بقك برضو. حاطين الميه في السمنه في ميه ساقعه من حنفيه، الايام دي ساقعه، لكن في الصيف تغسلها بميه متلجه. ايه رايكم انا هاخد لكم السمنه دي تاني؟ موافقين؟ والله العظيم انا بعمل معاكم حاجات تخليكم يعني تهتموا شويه بالقناه. شوفوا بقى، احنا هنمسك السمنه دي. السمنه دي عشان تفضيها بتبقى قشطه، وتمسكي ايدك كده، تمسكي ايدك كده. شايفين منظر ايدي؟ الواحد اشتاق لايام زمان يا جماعه. فانا هعمل فيها كده لحد ما تجيب. شوفوا بدات تجيب من تحت اهي. شوفوا السمنه جايه لي زبده. شوفوا بقى، حطيت ميه ساقعين كده عشان هي تنطر. الخد اللي بكلمكم عنه بقى اللي بيتعمل بيه مش ما تحطها على الملح بقى، كانوا بيحوشوه زمان لحد ما يعملوا كميه كده اللي يحطوها على المش اللي احنا عملناه. يروحوا بقى الخض اللي يطلع من الزبده ده هو اللي يتحط على المش. عشان كده كنت تلاقوا المش بقى طعمه حلو قوي، ويتغلي فيه، يعني يتحط على الملح ويقعدوا يغلوا فيه لحد ما كله يبقى محمر كده وحلو. السمنه ديت بلدي وحلوه بس فيها خلط. شوفوا مليطه في ايدك ازاي، بس فيها خلط. هسقع السمنه دي شويه بقى في الميه كده، وبعدين انمها لكم في الميه. زمان نعملها تقلي كده ونسيبها في الخط بتاعها او في الميه، وناخدها من الميه للطبيخ. يعني محدش يقول لي السمنه بتضيع في الميه ولا السمنه ما بتتغسلش. يا جماعه اسمعوا كلام تيتا، جايبه لكم شغل على اصله، على اصله الاصل. شوفوا بقى اللي انا قلت لكم من قبل ما افتحها انها هتبقى سمنه كويسه ما فيهاش خط اهي. شوفوا دي، شوفوا ما فيهاش طريه، مع انهم هما الاثنين كانوا ويا بعض. ديت بتقبض في ايدي كده وماهيش سايحه، وهي في الميه بقالها شويه كتير اهي ماهيش سايحه، لان زبده الطوبه بتبقى ماسكه نفسها، لان دي طالعه من الخض بتاعها. هي كده طالعه من خضها ومخضوضه كويس. ديت اللي هي بتاعت ايه بقى؟ القربه. الحته دي قربه. هشطفها على الحنفيه مرتين تلاته كده واجيلكوا تاني. اهي شوفوا بقى الجمال، مفيش فيها اي عقاره الميه ازاي. وجبنا شويه ميه في الطبق ده تاني. ولو عايزه بقى تلميها ابقى صح كده. شوفوا السمنه معايا عامله ازاي. عصريها من الميه قوي كده، عشان السمنه لو قعدت عندك سنتين تفضل زي ما هي.
قول مثلا ده نص كيلو سمنه، هنحط عليه ربع معلقه ملح، عشان لو عملنا بيها حاجه بيض ولا حاجه ما تبقاش حقيقه، او نجي نحط في الفلفل الاسود على البيض كده تبقى مديانا فرصه، او حطينا على حاجات من اللي بنعملها في رمضان مسكره يبقى معانا. شوفوا السمنه ترجنيها زي ما تكوني بتعجني عجين. همسكها بقى اعملها ابصها زي ما انت عايزه، وايه واقول لك اعملي فيها ايه بقى تاني. شوفي الزبده، شايفه الزبده إيه؟ حطي في ميه، وبعد ما تحطها تعمليها وتحطها في ميه حطها في الثلاجه تسقع خالص، حته السمنه تمسك نفسها، تيجي تعينها بقى في اكياس تفضل كل حته محتفظه مع نفسها كده ما تتلمش. في واحده هتقولي دي مش زبده حلوه طالما بتتعمل في ايدها كده. عارفين اقول لكم لا حلو السمنه. شوفوا لما بتليطها على ايدك جامد تقيله ازاي وبتليط ازاي ايه، تحطها في بقك. الله الله، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. شوفوا نعملها بقى حته صغيره للبيض، نبقى نعمل بقى بيض ولا حاجه في رمضان كده، بدل ما نقطع تبقى حته واحده كده. ممتازه 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 صراحه، ما فيش السمنه كلها زيها إيه. عشان اعرفكم ان تيتا بتعرف السمنه، حطها في بقك تلاقيها طعمها حلو، طعمها حلو وبتلاقي في بقك كده، حتى ايديكي بتلاقيها ايدك نعمت قوي كده. شوفوا السمنه في الميه ولا عقرتها ازاي اهي، مفيش حتى عقاره خلاص اضرار ولا تفسد ولا تجرى لها حاجه. يا رب افيدكم وانتوا تستفادوا معايا وتصدقوا تيتا، لان تيتا جايبه لكم حاجه من اصل الفلاحين اللي على حق، يعني الناس اللي كانت بتبقى، لكن الله يرحمها امي كانت ست من الستات النظيفه الشاطره اللي قوي يعني. هعمل لكم على طريقتها الحاجه، الله يا رب يرحمها ويغفر لها واجعله في ميزان حسناتها يا رب. شوفوا الزبده وجمالها يا جماعه، شوفوا الزبده وجمالها، حته زبده ما حصلتش. ده انا هنادي على بتاع الزبده تاخد الزبده بتاعتي التانيه دي. حته الزبده دي جايبها لي تحنسني بيها ولا ايه؟ تحتك يا تيتا، كل اللي بيجيب زبده يجيبها الايام دي، الايام دي طوبه وامشير، هي احلى سمنه سمنه الطوبه، احلى سمنه تجيبيها طول السنه في طوب، بتطلع من خضها وبتبقى جميله كده اهو ملهاش حل. ايديكي بقى هتفضل تلمع، بقول لك بقى لو دهنتي ايدك بحته زبده كده احسن ما تعملي كريمات الدنيا كلها. شوفوا تخلي ايدك بقى ناعمه ولا فيها اي خشونه. شوفوا المنظر، دي حاجه رباني بقى. احنا اتفقنا ان احنا لازم نسلق الكرنبه بحالها، واتفقنا لازم ما نقلبش الصلصه على البوتاجاز، واتفقنا نغسل الزبده، وفي حاجات كتير قوي تيتا بتقول لكم عليها، معلومات كتير قوي بس انتوا ما بتستجابوش. حاجات بجد يعني كتير قوي يا جماعه، وبجد اعملوا مشاهدات حلوه، ما تفقش فيها البيض تعرفي هي سمنه حلوه ولا وحشه. شوفوا بقى اما نشوف الاول فيها خط ولا لا. انتوا شفتوا السمنه اللي مغشوشه لما جينا نسخنها راحت طالعه كلها ايه؟ السمنه البلدي. اللهم صل على النبي، صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بجد سمنه ممتازه اهي، شوفوا السمنه اهي. الله بقى ريحه زمان بجد، الله 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 بجد ريحه حلوه قوي يا جماعه، والله سمنه تستحق ثمنها. اللهم صل على النبي. هحط كده شوف والله بجد السمنه ممتازه. شايفين السمنه اتقدحت ومفيش فيها ريحه الخط، سمنه جميله جدا. شوفوا المنظر. انا هنقص السمنه دي شويه عشان انا مش هقدر اكل البيضه بالسمنه دي كلها، وهعملها بحاجه بسيطه خالص. الله الريحه الجميله، شعره ملح بفلفل اسود مع البيضه، هي حاجه بسيطه كده وشوف من الريحه ممتازه ممتازه. السمنه بجد دي ممتازه، الله ينور عليها اللي جابتها، والله سمنه ما تمتها من ريحه الجمال بتاعها دي من ايام المرحومه امي، بجد تحفه حلوه، بجد ريحه البيضه طالعه جميله جدا. بتبان جدا السمنه في البيض البلدي، في البيض لما تقلي البيض في السمنه بتبان هي حلوه ولا لا. استفادوا يا جماعه، اتعلموا، ونشوف الفيديو بجد للبنات الصغيرين المبتدئين اللي عايزين يتعلموا. وحته السمنه، حبه السمنه اللي فضيناهم من البيضه شايفين عاملين ازاي، ممتازه ممتازه. ونشتري السمنه في طوبه عشان نعرف نغسلها ونعرف نكورها ونعينها في الفريزر. وشكرا لكم، وعملنا اختبار بالبيض وعرفنا ان السمنه جميله، الزبده جميله ولذيذه
والفيديو حلو قوي، وبجد محدش يهمله، لا كبير ولا صغير، واللي يشير الفيديو هينوبه صواب.